هل غيرتي صحابك بعد ما بدأتي تعملي فيديوهات على السوشيال ميديا؟ مش غيرتهم، هم اتغيروا غصبا عني، لانه وقتي بقى مش في ملكي، والوحيدين اللي ممكن يكونوا شبهي في النقطة دي هم كمان صناع محتوى تانيين. فبقينا بنتقابل بس في المساحات المتاحة المرنة اللي ما بيني وما بين الناس اللي بتعمل كونتنت. فاحنا فاهمين لما هروح اعتذر عن خروجه وهقول معلش علشان انا عندي تصوير، مستوعبين مقدرين. وبالعكس كان في عندي صحاب بره مجال صناعة المحتوى، بس الاصدقاء اللي خرجوا او اللي اتغيروا من الدوائر اللي هم ما كانش عندهم مرونة يبقوا فاهمين انه حياة الكونتنت كرييتر مش ملكه، مش بسيطة، علشان رتم حياتك بيكون سريع، هيبقى فيه اعتذارات كتير، هيبقى فيه مناسبات كتير مش هتكون قادر انك تحضرها. فاللي هيفضلوا في الدوائر دي هم الاشخاص اللي فاهمين قد ايه حياة الكونتنت كرييتر متغيرة بشكل ما فيش فيه مجال للنقاش. وقفت كونتنت كم مرة؟ كل مرة انا كنت بوقف فيها كونتنت بهدف. الهدف هو ايه؟ هو اني اعمل ريفلكشن، اقعد كده مع نفسي وافهم اللي انا فضلت كنت بنزله قبل كده ده اشتغل ولا ما اشتغلش ليه، واشتغل ليه، وحسن منه ايه، واشوف ايه اللي ابطل اني اعمله تاني في المستقبل. فالموضوع ده كان مهم جدا. ليه؟ لان ده الفترة اللي فيها انا كنت بوقف، كنت بذاكر فعلا. مهم جدا وانت بتعمل محتوى بالاخص في البداية انك تقف وترجع تتفرج على كل الفيديوهات اللي انت عملتها علشان ترفلكت وتراجع وتتأكد وتتحقق وتشوف هو ده التراك فعلا اللي انت حبه ولا لا. ده هيساعدك كتير وهيأثر كتير معاك في المستقبل، ويوريك ايه النقط اللي فيها تقدر تتحسن عشان احسن للفترة اللي بعدها. وانا عمري ما ندمت ان انا وقفت. ممكن دي تكون واحدة من اهم الحاجات اللي مخلينا النهاردة كونسيستنت في بودكاست اول مرة، ان انا خلاص بقيت فاهم بعد قد ايه هبيرن اوت، وليه اصلا انا ببيرن اوت، ليه اصلا بنتعب، ليه اصلا من كتر ما بنعمل فيديوز بنوصل لمرحلة ان خلاص انا المرحله دي الحمد لله خلاص ما بقيتش اوصل لها خلاص، لان انا بقيت فاهم الاستراتيجي والفانكشناليتي وايه اصعب مرحله وايه اسهل مرحله، وكل مرحله بتاخد وقت قد ايه. ودايره المشاعر عندك بتبقى عامله ازاي؟ امتى بتحس بالاحباط، امتى بتحس بالحماس، امتى بتحس ان انت مرهق ومش قادر تكمل. ليه اللي حواليك مهم جدا 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 تختارهم وتبقى عارف مين الناس اللي حواليك. مهم جدا ان الناس اللي حواليك تكون شبهك، تكون بتفكر زيك، حتى لو في صناعة المحتوى، تكون ناس عايزة تتطور، تكون ناس بتفكر للمستقبل، تكون ناس فارق معاها، يكون فعلا عايزين يقدموا قيمة، يكون فعلا عندهم هدف. كل الحاجات دي مهمة جدا وتفرق جدا انهم الناس اللي من النوع ده يكونوا حواليا. ليه؟ لان في نقطة معينة هنلتقي. زي ما حصل معانا يا ايمن. صح. ايه اللي حصل معانا؟ احنا تقابلنا واحنا بنعمل محتوى، بس كل واحد فينا كان بيعمل محتوى مختلف، وجات الفكرة في دماغنا ان احنا عايزين نعمل محتوى بس مش عارفين إيه؟ امتى وايه وازاي. ليه احنا الاتنين يعني؟ لانه في حاجات كنت بعملها في الموضوعات اللي بناقشها كانت عميقة شوية، فأنا كنت دايما بلاقي منك أنت تعليق على الحاجات دي بشكل مختلف عن أي حد. صح. فكنت بحس أنه في على نفس المستوى من التفكير احنا متقابلين. صح. على نفس الهدف اللي انت لسه كنت بتتكلم عنه بالزبط. احنا كمان متقابلين. فكانت في زي تشيك ليست انت عمال بتقول فيها، ودي نقطة مهمة لصناع المحتوى، لأنه في طريقهم بيقابلوا ناس تعرض عليهم إن هم يعملوا كولابريشن مع بعض. صح. والكولابريشن دي هي زي شركة. إذا هتبدأ شركتك مع شخص بيفكر في نفسه فقط وبيفكر إنه هو هينجح بس لوحده وبيستخدمك، أنت هتتدمر ومش هتحقق لنفسك النجاح، بل هتكون وسيلة.